يا اهلا بالمزاجنجيه، ما تنسى تصلي على في كومنت، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل ملخصاتنا الجديده. ويلا بينا على مزاج النهارده. فيلمنا بيبدا برام وبنلاقيه عايش مع اخواته اللي بيكونوا متجوزين ومخلفين وحياتهم سعيده جدا. وتاني يوم بياخد ولاد اخواته بيوصلهم للمدرسه، لكن في ضابط بيشوفه بالصدفه وبيتصل بالقائد بتاعه وبيعرفه ان لقى الراجل اللي بيدور عليه، فبيأمره يراقبه لان عايز يموته هو وعيلته. وفي اللحظه دي بنعرف ان اخو رام اسمه وفان وشغال مفوض انتخابات. وبعدها بنروح لمكتب رئيس الوزراء وهو بيستلم ملف عن بوفان وموجود فيه اعماله الغير مشروعه. وده بيخلينا نرجع للماضي وبنلاقي نفسنا في المدينه. ولما رام بيعرف اللي حصل بيروح لمرشح الحزب وبيفضل يضرب في كل رجالته ومحدش منهم بيكون قادر عليه وبيتخلص منهم وبيخلي شكله وحش قدام كل وسائل الاعلام وبيحذره من انه يحاول يهدد اخوه اهله. لكن الضابط بيقول لبوفان ان حزب المعارضه مش هيسكت وممكن يموتوا رام، والحل الوحيد يروح يعتذر ليهم على كل حاجه عملها. وفعلا بوفان بياخد اخوه وبيتصل لمقر الحزب علشان يتاسف لرئيسه بنديم، لكن رام بيعتذر بشكل متعالي جدا وماسك التليفون ومش مهتم بيه. وبنديم بيقول له لازم تبوس على رجلي علشان اسامحك، فبيتضايق جدا وبيفضل يضرب في كل رجالته وهو بيحذره هينتقم منه وهيخليه يركع ويتذل قدامه. فبيقول له عايزك تورينا هتعمل ايه، لو فكرت تقرب من عيلتي هدمرك انت وحزبك السياسي. وبيكون اخر يوم في عمرك. وبعدها بيسيبه وبيمشي ومحدش بيقدر يكلمه. وتاني يوم بيرجع البيت وبيفضل يحكي لعيلته كل حاجه حصلت معاه، واخوه بيكون خايف عليه جدا لان شجاعته ممكن تتسبب في قتله وهو مش مركز معاهم وعمال بيلعب مع الاطفال الصغيره. فبيقرروا انهم يجوزوه وبياخدوه علشان يتعرف على بنت اسمها سيتا. وفعلا هما الاتنين بيعجبوا ببعض وكل واحد فيهم بيتشد للتاني. وفي نهايه الامر يعرف اخواته انه وافق على الجوازه. ومن ناحيه تانيه منديل بيقابل ضابط الشرطه فاسد وبيقول له لازم ترجع هيبتي ومكانتي تاني قبل الانتخابات، وهو بيوعده انه هيموت المفوض وكل اهله ويخليهم يتذلوا قدامه. وبعدها بنلاقي بوفان موجود مع رئيس الوزراء وبيكلفه مهمه جديده في منطقه تابعه لمدينه بيهار. وساعتها بيرجع البيت وبيقول له رامي خلي باله من اخواته، والعيله كلها بتودعه علشان مسافر. وده بيخلينا نرجع للحاضر في مكتب رئيس الوزراء واللي بيعرف ان عيله بوفان مختفيه ومحدش يعرف طريقهم خالص. وفي الوقت ده بنكتشف ان رام خدهم واشتروا بيت جديد وبيحاول يبعد عن اي حد ممكن يأذيهم. ومن ناحيه تانيه ده قصر زعيم عصابه اسمه راجا وبيكون عنده جيش كبير وبيقدروا ينفذوا له اي حاجه هو عايزها. وبنعرف انه كان في غيبوبه ولسه فايق وبيبداوا يشيلوا الشاش من على وشه وبيشوف شكله في المرايه وبيكون متفاجئ جدا. بيفتكر لما رام ضربه وعلم عليه وبعدها بيطلع رجالته وبيأمرهم يوصلوا لرام ويمسكوه علشان يقتلوه. ومن ناحيه تانيه رئيس الوزراء بيعرف ان راشا فاق من الغيبوبه وبيصدر اوامر يعرفوا المكان اللي فيه عيله بوفان في اسرع وقت. وبعدها الضابط الفاسد بيوصل لبيت رام وبيقبض على كل العيله من غير ما حد يقدر يمنعه وبياخدهم ويوديهم لمنديل رئيس حزب المعارضه. ورام بيوصل المكان وبيكون متفاجئ ومش عارف ايه اللي بيحصل. ولما الطفله الصغيره بتجري على ابوها الضابط بيضربها بالنار ورام بيخاف جدا وعايز يطمن عليها، لكن بيكتشف انها لسه بخير ولسه عايشه والرايحه بترجع لهم من تاني. وبعدها بيفضلوا يضربوا في كل اخواته وهم بيكونوا خايفين ومش عارفين هيعملوا ايه. ورام بيطلب منهم السماح وبيتاسف لنديم رئيس الحزب اللي بيكون فرحان انه رجع حقه وخلاه يتذل قدامه. والضابط بيأمر العساكر ياخدوا الاماكن بتاعتهم علشان يموتوهم كلهم وهو بيفضل يترجاه يبعد عنهم ويسيبهم عايشين، لكن ما بيسمعش كلامه فبيتحول عليهم وبيضربهم وبيحاول ينتقم منهم ومحدش قدر يقف قدامه. وبعدها بيتخلص منهم واحد ورا التاني وبيندمهم على كل حاجه عملوها معاه. ولما بيحاولوا يموتوه بتوصل القوات الخاصه وبتحاصر المكان وبتدافع عن رام. وبنلاقي رئيس الوزراء موجود وكلهم بيشكروه وبيدوا له التحيه العسكريه. وبعدها مرات اخوه بوفان بتساله ايه اللي بيحصل، لكن للاسف ما بيردش عليها لحد ما رئيس الوزراء بيبدا يحكي لها الحكايه اللي حصلت في الماضي وان في زعيم عصابه اسمه راجا وكان عنده جيش من البشر وبيموت اي حد بيقف قدامه والشرطه بتخاف منه وبتسمع كلامه وملهاش سيطره على المنطقه بتاعته. ولما رئيس الوزراء بيعرف باللي بيحصل بيقرر يروح القريه ويعمل مؤتمر علشان الناس ما تخافش من العمليه الانتخابيه. لكن راجا ورجالته بيقتحموا المكان وبيكسروا اي حاجه موجوده قدامهم. وبعدها بيقابل رئيس الوزراء وبيقول له انا الوحيد اللي هفضل حاكم المنطقه بتاعتي ومفيش مرشحين هتنزل ضدي واي واحد هيعترض على كلامي هموته. وبعدها بيجيب المرشحين اللي كانوا عايزين ينزلوا قصاده وبيلبسهم الاساور زي الحريم وبعدها بيهددهم وبيسيب المكان وبيمشي. فبيقرر رئيس الوزراء يكلف بوفان بمهمه السيطره على المنطقه وفعلا بياخد الجيش وبيحط خطه علشان يوقفوا كل اعمال الشغب وبيقدروا يوصلوا لكل مخازن السلاح بتاعه راجا وبيقبضوا على ناس كتير من رجالته وبيطمنوا الناس في القريه علشان يصوتوا في الانتخابات ومحدش يخاف. ولما بيجي الليل راجا ورجالته يقتحموا مقر الجيش وبيقتلوهم وبيدمر كل المكان ومحدش بيقدر يدافع عن نفسه. وبعدها بيمسك بوفان ورجالته قدام كل القريه وبيبدا الضابط اللي بيأمره يلبس الاساور في رجله ويرقص بيها واللي مش هيخلي حد منهم عايش. وفعلا بيسمع كلامه وبيكون مذلول ومكسور وعمال بيعيط وبينفذ كل اوامره وخايف لا يموت رجالته. والناس زعلانه جدا ومصدومه
وبيصدموا من الموقف اللي بيحصل، وبعدها بياخدوهم للجبل والنسور حواليهم في كل مكان. وبيفهم بيبلغ الضابط ان رامي الوحيد اللي هيقدر ينقذنا ويموت راجا. وفي اللحظه دي بيطلع يجري وبيحاول يهرب علشان يوصل لاعلى منطقه لان التليفون ما فيهوش شبكه. فعلا بيتصل باخوه وبيرد عليه في اللحظه الاخيره وبيفضل يترجاه علشان ينقذه، وبعدها بيبعت له المكان اللي موجود فيه. وفعلا رام بيقدر يوصل ويموت كل رجالته وعمال بيفجر في عربياتهم، لكن في الاخر بيعملوا له مصيده وبيقدروا يمسكوه. وفي الوقت ده بيلاقي نفسه مربوط ومتحاصر وفاكر انهم قدروا يسيطروا عليه. وساعتها راجا بيعرف انه موت 300 واحد من رجالته. ورام بيقول لبوفان عايز نموتهم لك في 15 دقيقه ولا في 10 دقايق. وبعدها رام بيضربهم واحد واحد وبينتقم منهم على كل حاجه عملوها في اخوه. وبيكتشفوا في اللحظه دي ان بقى عنده قوه كبيره جدا ومحدش هيقدر عليه. وبيمسك السلاح المتعدد وبيخرمهم وكانه بيصطاد حمام. وبعدها بياخد الضابط يسيب المكان وبيمشي، لكن في الطريق بيلاقي راجا واقف قدامه. ولما بيضربوا في بعض للاسف بيموت اخوه بيقتله. وراح مصدوم جدا ومش قادر يستوعب اللي بيحصل، فبيمسك راجا وبينتقم منه. وفي نهايه الامر بيخلص عليه. وبعدها بيروح لاخوه ومش عارف يصدق انه هيموت ومش هيشوفه تاني. وهو بيطلب منه يخلي باله من اخواته والعيله كلها ويكمل حياتهم، ما يعرفهمش خالص ان هو مات. وللاسف في اللحظه دي بوفان بيموت وبيطلع في الروح وبيودع الحياه في حضن رام. وهو عمال بيعيط وبيفتكر كل حاجه وذكرياتهم مع بعض لما كانوا صغيرين. وللاسف احلامهم كلها بتتحول لكابوس. وبعدها بنرجع لوقتنا الحاضر من تاني، ومرات اخوه بتفضل تعيط من بعد ما عرفت الحقيقه. وهو بيطلب منهم السماح لانه ما قدرش يقول لهم ان بوفان مات. من الناحيه التانيه راجا بيوصل القريه بعد ما فاق من الغيبوبه وبيسال الطفل انت تعرف مين راجا؟ فبيقول له انه مات من فتره طويله. فده بيخليه متضايق جدا وبيقرر يجيب افعى وبيمسكها في ايديه وبيخليها تلدعه علشان يعرف اهل القريه انه اقوى من السم، وكمان الافعى هي اللي بتموت. وهو بيفضل عايش وبيهدد الناس انه راجع تاني ومحدش هيقدر يقف قدامه لحد ما قدر يوصل للمكان. وبتعرفوا انها مرات الضابط اللي موته وبتنصحه يكتب الوصيه بتاعته لان رام هيجي ويقتله. وفعلا في الوقت ده رام بيجي وبيبدا يضرب في كل رجالته وبيتخلص منهم واحد ورا التاني ومحدش بيكون قادر عليه. وبعدها بيوصل لراجا وهما الاتنين بيتحدوا بعض وبيعرف يسيطر عليه وبنلاقيه ضعيف جدا قدامه. وبعدها بيمسك الاساور اللي خلى اخوه يلبسها ويرقص بيها وبينتقم منه وبيخلص عليه. وما بينساش كل حاجه عملها فيهم لحد ما رقبته تتقطع بالسيف، وبالشكل ده يكون قتله وبيرجع حق اخوه وبيتخيل انه موجود معاه وبيشكره. والعيله بترجع وبتتجمع كلها من تاني. وبكده يكون انتهى فيلمنا النهارده. كتب ومنتج منتصر كمال الدين، اعداد وتقديم عمر عبد العزيز. اشوفكم على خير، سلام.